السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل الفطير المشلتت بطريقة جديدة. سهلة وهتعمليه على طول، يعني سهلة وسريعة، مش هتاخد وقت ولا مجهود معاكي. طعمه حلو جدا جدا، هيعجب ولادك جدا. المقادير عندنا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقة ونص من السكر، ومعلقتين من الزيت، ورشة ملح صغيرة كده. هنقلبهم وبعدين هنضيف المية واحدة واحدة. هنلم الاول كده بالمعلقه، وبعد كده هنعجن بايدينا. اعرف انا القوام اللي انا عايزاه بالظبط، الميه ما تزيدش مني وانا بعجن، علشان تطلع العجينه مظبوطه معايا. هنعجنها كويس جدا، وهنضيف الميه واحده واحده لحد لما تتلم خالص من الطبق معايا، يبقى الطبق نضيف كده من العجين. وهوريكم القوام دلوقتي اللي احنا عايزينه كده بعد ما عجنتها اهو. هنسيبها بقى ساعة كاملة ترتاح، هنغطيها بكيس كده وهنسيبها ساعة كاملة ترتاح، علشان لما اجي اقطعها وافردها تبقى فردها سهل وتتفرد حلو معايا. كده بعد ما ريحتها هنقطعها بقى قطع صغيرة شوية، يعني هنعملها حوالي 10 قطع او لو ازيد مش مشكلة، على حسب ما هتطلع معاكي. بعد كده بقى هنكور كل قطعة منهم. احنا كده قطعناهم قطع صغيرة، هنكور كل واحدة كده، يعني هيكون في الحجم ده كده اهي. وهنحطهم بقى في صينية وهنغطيها بأي كيس كده علشان الوش ما ينشفش. هفرد بقى على ترابيزة هكون دهناها كده بالزيت، دهنة بسيطة كده علشان تتفرد معايا كويس. هنحاول نفردها اكبر حاجة على قد لما هتتفرد معاكي. هندهن بقى الوش بتاعها، هندهن ما بين كل طبقة سمنة او زبدة، او سمنة على زبدة متسيحين مع بعض، او ممكن تضيفي سمنة وزيت. بس الزيت انا يعني ما بحبش نحط كتير علشان ما تنشفش منك الفطيرة في الفرن، يعني نخليها سمنة وزبدة، او سمنة لوحدها وزبدة لوحدها. ما بين كل طبقة وطبقة بدهن كده علشان تطلع مورقة معايا. عملتها كده على شكل مربع. هنفرد كل واحدة وهنعملها بنفس الطريقة كده. انا عملت الكمية كلها. هنحط بقى فيها اي حشوة انت عايزاها، ممكن تحطي جبنة ميكس جبن كده مع بعضها، او ممكن تحطي لحمة مفرومة متعصجة. اي حشوة انت عايزاها نحشيها بيها، مفيش مشكلة، سواء حلوة او حادقة مفيش مشكلة معايا. بقفل بقى كده بالطريقة دي زي الظرف كده. طبعا بتتقفل معايا كويس لان انا سايباها برضو ترتاح شوية، فالعجينة بتتقفل كويس معايا. هنحط بقى في صينية وهنعمل بنفس الطريقة، هنقفل بنفس الطريقة كده. هنخلص كل الكمية وبعدين هنحطها بقى، هنرصها في الصينية، هنسويها. هي بتاخد حوالي تلت ساعة على حسب الفرن عندك، يعني من تلت ساعة لنص ساعة. هتطلع ان شاء الله متحمرة معاكي من تحت ومن فوق. لو ما خدتش وش معاكي من فوق ممكن تفتحي عليها الشواية دقيقة واحدة.
اهو على الرف اللي في النص، ودرجة حرارة عالية اعلى حاجة عندك في الفرن، وهنسيبها حوالي تلت ساعة. هتطلع زي ما انت شايفة كده، مقرمشة من بره وطرية من جوه. اوريها لكم كمان من جوه عاملة ازاي. بجد كان طعمها حلو جدا، ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم. زي ما انتوا شايفينها كده اهي، هي كانت سخنة بس شوية اهي، زي ما انتوا شايفين مورقة من جوه ازاي. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك واشتراك في القناة، وبالهنا والشفا، ومع الف سلامة.